والله حب الناس ده نعمة كبيرة، إنك تحبك الناس، وأبو مين ما رايح واللي جاي يرمي عليك السلام. دي حاجة كبيرة جدا جدا. يعني أنت تكون ربنا محبب فيك خلقك، دي حاجة جميلة في حياتك، حاجة المفروض تفرح به. هو حب الناس. مش كل الناس انت شايفها في وجهة نظرك وحشي، مش كل الناس في وجهة نظرك مش حلوة. لا بالعكس، حب الناس نعمة، حب الناس فضل من عند ربنا، حب الناس كرم ورزق، زي الأولاد بالظبط. مش أي واحد انت تشوفه تشوف شكله او طبيعه شكله تقول ده متكبر او مغرور او كذب. بالعكس، بيرمي عليك السلام. فحب الناس نعمه كبيره مديها لك ربنا، ما تبخلش بيه. السلام عليكم. تبخلش بيه. زي ما الناس بتديك حب، اديها الحب والسعاده والمرح والفرح. انت مش هتخسر حاجه. زي ما قال لك سلام عليكم هتقول له عليكم السلام. زي ما قال لك مرحب يا ابو العمدي او مرحب يا عمده بيومي او خلافه، انا بقصد على الجميع. انت ارمي عليه السلام. التكبر مش حلو. التكبر عاده سيئه عندك او عند الناس او عند اي حد. كذلك برضك للنساء، انه المرأة تحب المرأة برضك حاجات كثيرة وهكذا. وانت ما تبخلش. ففي النهاية وصي وكلامي عشان ما اطيلش عليكم، حب الناس نعمة وفضل من ربي. يا رب حبب فيني خلقك وحببنا في خلقك يا رب. يا رب اجعل لنا قبول عند الجميع، واجعلنا مقبولين عند الجميع يا رب العالمين. فتحياتي لكم العمدة بيومي.